ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير وسعاده. ولو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشير عشان غيرك يستفيد، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وفيديو النهارده بيتكلم عن ازاي تدرب الكلب بطريقه سهله على الحمام او التويلت. واول حاجه، تدريب الكلب على التويلت هو اكتر تدريب معتمد على تركيزك ومتابعتك لكلبك. عشان كده لو انت مش فاضي لكلبك فكده هو يعمل لك تويلت في كل حته انت مش عايزه يعمل فيها. وطبعا ممنوع تضرب الكلب نهائي عشان كده هتبوظ الدنيا. ندخل بقى في التدريب. واول حاجة لازم تنظم مواعيد الاكل، يعني الاكل يتحط في مواعيد ثابتة، والاكل يتحط لمدة 10 دقايق. الكلب كل تمام، ما كلش تشيل اكل من قدامه وتديهوله في الميعاد اللي بعده. طيب دلوقتي الكلب اكل، هتروح تعمل تاني حاجة وهي هتقفل كل الاماكن اللي مش عايز الكلب يعمل فيها تويلت. بعد كده تالت حاجة ودي مهمة جدا، هتروح تلعب مع الكلب وتخليه يعمل مجهود. بعد كده تودي الكلب للمكان اللي انت خصصته له للتويليت، ما تخرجوش منه بس تفضل انت معاه، يعني ما تحبسوش. انت مش هتخليه يمشي من المكان ده غير لما يكون عامل تويليت فيه. في بقى شوية ملاحظات مهمة قوي لازم تاخد بالك منها، وهي ان الكلب بيعمل تويليت اول لما يصحى من النوم بشوية، وبعد الاكل ب5 دقايق او 10 دقايق. وفي علامات بيعملها هتعرفك انه هيعمل تويليت، وهي هتلاقيه بيبعد عن مكان النوم بتاعه وهيكون بيشمشم وبيلف حوالين نفسه. واول لما تلاقيه بيعمل كده خده وديه على المكان اللي هيعمل فيه تويلت، واول لما يعمل اديله مكافأة وقول له برافو او جود بوي. وشوف برضو فيديو طريقة تدريب الكلب بالمكافآت، وهتلاقيه في حرف الاي اللي فوق في الديسكريبشن عشان هيساعدك جدا في اي تدريب هتدربه لكلبك. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت تدعموني بلايك للفيديو وشير عشان غيركم يستفيد، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. ولو اي حد عنده اي سؤال او اقتراح او اي حاجه عايز يقولها لي يكتبها لي في كومنت وانا هرد عليه باسرع وقت ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ومع السلامه.